الكرواسون في الأصل ما هو إلا دقيق وخميرة وزبدة وتشكيل، والمشكلة دايما بتكون في التشكيل. كل الناس بتقول إن الكرواسون صعب ومعقد ومحتاج وقت ومهارة، بس الحقيقة لأ، هو محتاج بس الطريقة الصح. أنا ملك، ولو أول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل. النهاردة هقولك على أسهل طريقة تعملي بيها كرواسون شبه الجاهز، بل أحلى كمان، من غير لفات كتير ولا خطوات معقدة، بطريقة بسيطة جدا، وهتشوفي بنفسك قد إيه النتيجة هتشجعك تعمليه كل أسبوع. جاهزة؟ يلا نبدأ، وهتدعيلي من أول قضمة. أول حاجة هنبدأ بيها هي العجينة، وده أساس الوصفة، ولو ظبطت كل حاجة هتظبط بعد كده. هنحتاج 4 كوبايات دقيق، يعني تقريبا 500 جرام، ويفضل يكون دقيق متعدد الاستخدامات أو دقيق معجنات. نضيف عليهم معلقتين صغيرين ممسوحين من الملح ونقلبهم كويس مع بعض علشان الملح يتوزع. في كوباية نحط مية دافية مش سخنة علشان ما تموتش الخميرة، ونضيف عليها معلقة صغيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة جافة. نقلبهم شوية ونسيبهم حوالي 5 دقايق لحد ما يبدأوا يظهروا رغاوي على الوش، كده الخميرة اشتغلت. نبدأ نضيف خليط الخميرة والمية على الدقيق ونبدأ نلم العجينة. ممكن تحتاجي تزودي معلقة أو 2 مية لو حسيتي العجينة ناشفة، وده طبيعي بيختلف حسب نوع الدقيق. وأول ما العجينة تلم وتبقى شبه متماسكة، نبدأ نضيف 80 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، ونضيفها بالتدريج مش مرة واحدة. نعجن كويس بالعجان أو بإيدينا لحد ما الزبدة تختفي والعجينة تبقى ناعمة وطرية وما بتلزقش في الإيد. نغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي، هتاخد تقريبا من 45 دقيقة لساعة حسب حرارة الجو، لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما العجينة خمرت نبدأ على طول في التشكيل. نقطع العجينة كورة صغيرة بحجم كورة التنس تقريبا، ونغطيها بفوطة علشان ما تنشفش. نبدأ نفرد كل كورة على شكل دايرة تكون رفيعة شوية، ونفرد عليها شوية زبدة أو سمنة، وبعدين نحط فوقها الدايرة التانية ونفردها، ونكرر كده مع كل الكور، ونفرد بين كل واحدة وواحدة زبدة لحد ما نخلص كل الكمية. بعد كده نضغط على الطبقات كلها من فوق بإيدينا علشان نثبتهم في بعض، ونبدأ نفردهم بالنشابة على شكل دايرة كبيرة كأنهم طبقة واحدة، وده اللي هيدينا التوريقة الحلوة في الكرواسون. نقطع الدايرة دي على شكل مثلثات زي ما بنقطع بيتزا بالظبط، وناخد كل مثلث ونلفه من الطرف العريض لحد ما نوصل للطرف الرفيع، وكده بيبقى شكل الكرواسون التقليدي المورق، والنتيجة وهم. أما لو حابة تعملي كرواسون مربع محشي شوكولاتة، هقولك على حركة بسيطة. هاتي قطع شوكولاتة وقطعيها بالطول، ودخليها الفريزر شوية علشان تمسك نفسها. نفرد جزء من العجينة مستطيل ونحط فيه قطعة الشوكولاتة المجمدة، ونلفه عليه كأننا بنقفل ظرف، ونديله شكل مستطيل أو مربع زي الجاهز بالظبط. نسيب كل القطع ترتاح وتخمر تاني حوالي نص ساعة، وبعدين ندهن الوش بصفار بيضة عليه نقطة لبن أو مية علشان اللون يبقى ذهبي ولامع، ولو حابة ممكن ترشي سمسم أو تسيبيه سادة. وندخلهم فرن سخن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط. هياخدوا تقريبا من 20 ل 25 دقيقة لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل من فوق ومن تحت. وأول ما يطلعوا، ريحة الزبدة والجبنة مع التشكيل الطري الجميل هتخلي أي حد يشوفهم يقول إنهم من بره. جربي الطريقة دي وقوليلي رأيك، ولو نفذتيها ابعتيلي صوركم على إنستجرام أو اكتبيلي في الكومنتات.